السلام عليكم، كيف حالكم؟ عساكم طيبين. رجعنا لكم بمقطع جديد. يا شيخ مرة وحشتوني. على العموم، طول ما انا فاضي في رمضان قلت حق نفسي ليش ما ابدا اسوي بثوث واسرب لكم كم من حاجة جميلة، ونقعد نتكلم برضو مع بعض ونساعد بعض في مقاطع اليوتيوب وفي المحتوى. فلذلك اخترت تطبيق بيجو اللي راح اسوي فيه ان شاء الله البثوث اللي راح تبدا من اليوم. نفس ما انتم شايفين حاليا في الشاشة، هذا الكود حقي انا اللي حتحصلوا من خلاله حسابي، وايضا حسهل عليكم تحت صندوق الوصف راح تحصلوا الروابط. لا احد ينسى، ان شاء الله يوميا راح اسوي لكم بثوث هناك ومنها نسولف، وبرضه حقول لكم عن اشياء جميله، ومن الممكن نسوي مسابقات ونقعد مع بعض ونتكلم. على العموم، مقطعنا لليوم نفس ما انتم شايفينه في العنوان، مقطع صراحه من اول خطري اتكلم فيه، وعلى نهايته في قصه او موضوع حنتكلم فيه ان شاء الله بعدين. فلذلك ما اوصيكم انكم كملوا هذا المقطع للنهايه. مقطعنا لليوم للاشخاص اللي تحب اغاني الراب وتبغى تعرف اكثر عن مجال الموسيقى والفنانين. اليوم راح نتكلم عن قصة لمغني ومع رفيقه بدأوا يتحولوا للأسوأ، او اوريدي هم اصلا تحولوا، ولكن بطرق مرعبة ومخيفة. اربطوا الحزام والبسوا السماعة ونتوجه لمقطع اليوم على طول. ليل أوزي أو سايمر ويدز اللي هو اسمه الحقيقي، هو مغني راب هيب هوب أمريكي من ولاية فيلادلفيا، وانولد في سنة 1995 تحديدا في شهر يوليو يوم 31. ما حندخل في تفاصيل حياته الشخصية، حندخل على طول على الأغاني اللي طلعته ترند أو أحد الأغاني اللي شهرته، واللي هي باسم ماني لونجر. وما ننسى عنده كثير من الأغاني اللي جايبة مشاهدات ومحققة نجاح، والحق يتقال الشخص مرة مبدع في أغانيه. وعلى طاري النجاح، لا ننسى مشاركته مع فرقة ميغوس، شارك معاهم وغنى معاهم أغنية جدا أسطورية، وبسبب هذه الأغنية احتلت الأغنية المركز الأول في ترتيب أغاني البلاي وورد هوت 100، وأيضا في بعض البلدان الثانية. والأغنية هذه نزلت في 2017 تحديدا في شهر أغسطس. يعني ولد نفس كده محقق إنجازات جدا رهيبة ومغني راب، فمان من حقه يستمر، وهو مستمر. ولكن وهو مستمر في أشياء وتصرفات اتغيرت على هذا الشاب. يعني أكثر فنان غريب أو أكثر فنان ما تقدر تفهم له، اللي هو ليل أوزي. يعني ما تعرفوا أصلا إيش يبغى بالضبط. أحد الأشياء الغريبة، تذكرون يا أخوان كان في شخص أو مغني كان معلق جوهرة في نص جبهته؟ بالضبط، نعم هذا هو يا أخوان اللي كان معلق جوهرة في نص جبهته بقيمة 24 مليون دولار. You know, it's been a lot of just a lot of different talk and a lot of different opinions and stuff on it. And first off, let's just say if I would have saw this diamond in there and it wasn't $24 million, I still would have got it. نيجا وات؟ النيجا هذا يا اخوان معلق جوهرة هنا بسعر 24 مليون دولار وهو لسه مغني راب. طيب ليش؟ هذه هي حركات الرابر يا اخوان عند الغرب. كل ما انت حطيت اشياء غريبة في جسدك وسويت اشياء مجنونة، كل ما زادت شهرتك والناس تكلموا عنك اكثر. طبعا الناس تكلمت عن هذا الموضوع، وحتى وسائل الاعلام صوالهم ضجة. كيف شخص نفس كده يعلق جوهرة بقيمة 24 مليون دولار في نص جبهته؟ المهم الناس صارت تتكلم عن الموضوع لين ما الموضوع مات. المغني للأوزي قال لك لا خسي، الناس ما تتكلم علي، لا انا لازم ارجع مرة ثانية واركب الترند. فتخيلوا رجع بسالفة ثانية، والسالفة هذه كانت مرة قوية. في احد التغريدات طلع وتكلم انه يبغى يشتري كوكب. نعم يا عزيزي المشاهد، الشخص المجنون هذا كان يفكر بشراء كوكب، بس للاسف ما عندنا حد يعني يبيع كواكب. هو كان يفكر انه داخل جمعية، فاهم، ويلا صديق بالله 2 كوكب بدون كاتشب. اتكلم معاكم حقيقة يا اخوان، هذا الشخص كان يفكر انه يشتري كوكب ويغني فيه ويجيب متابعينه هذا الكوكب. طبعا ما ننسى اخواننا الغربيين بدأوا يتكلموا عن الموضوع، ووسائل الاعلام كلها تتكلم انه مغني راب جالس يبحث على كوكب عشان يشتريه. طبعا السالفة ماتت، والناس يعني قالوا يمكن الرجال يعني مزودها حبتين فسحبوا عليه. ولكن ليل أوزي رجع بمظاهر غريبة ومخيفة، بدأ يطلع بمظاهر كده مرعبة ومقززة، وكأنه مجبور ومطلوب منه انه يسويها. ولما اقول لك مظاهر، فمظاهر كانت بالفعل مخيفة يا عزيزي المشاهد. ولكن الشيء اللي اثبت للناس ايضا
ان يوم من الايام ليل اوزي فتح لايف على الانستغرام وكان يتكلم مع متابعينه عادي، وفجأة واحد من المتابعين سأل سؤال غريب، قال حق ليل اوزي هل انت بعت روحك؟ طبعا ليل اوزي رد بكل عصبية وقال نعم انا بعت روحي لكم، وقال له افهم ما تفهم يعني طريقتك، قالها طبعا بعصبية. Did I sell my soul? I sold my soul for you. Now figure that out. Tell me that I sold my soul for you. For all you motherfuckers that's on here that's asking me did I sell my soul, why the fuck is y'all on here if y'all think I sold my soul? Y'all coming right with me, you dummies. طبعا كلنا نعرف يعني يقصد ببيع الروح اللي هو يتخلى عن مبادئه واشياء كثيره للشيطان، او يعني خلاص لازم يعبد الشيطان عشان يوصل للمرحله اللي فيها ليل اوزي. بعد هذا الفيديو حتى الاوروبيين استغربوا وبداوا يخافوا وقالوا انه خلاص رسميا ليل اوزي يعلنها ويقول انه واحد من عبده الشياطين، وهو حاليا محكوم عليه من ليبلز يعني شركات او منظمات هم اللي يتحكموا في شخصيته ويعرفوا كيف يشهروه، ولازم يسوي اشياء هو مجبور عليها. وبالفعل بعد سنوات ليل اوزي صار يطلع في حفلات بملابس وباشياء غريبه جدا. تقريبا من 3 أسابيع بالضبط قبل رمضان باسبوعين في شركه تسوي حفلات، وهذه الشركه تسمى برولينج لاود. الشركه هذه تروح الولايات في امريكا وتحط المسارح وتجيب الفنانين يغنوا في كل ولايه، يعني يسمونه تور حول الولايات كلها اللي في امريكا. المهم جابوا ليل اوزي عشان يغني في احد الحفلات، وتعال شوف الصدمه يا عزيزي المشاهد. ليل اوزي طلع بمظهر مخيف ومرعب للناس، حتى الناس اللي يحبوه اللي هم الفانز طلعوا وقالوا هذا مو ليل اوزي اللي احنا نعرفه، هذا واحد ثاني، انتوا قاعدين تقصون علينا ولا ايش؟ لانه شكله كان مره مرعب، ملابسه شعره عيونه كل شيء. حاليا راح تقول لي ريدكس يا اخي تعرف انت حركات الفنانين وتعرف حركات اخواننا الامريكيين ولازم كل فنان يكون عنده كده لوك. طيب يا عزيزي المشاهد ابغاك تفسر لي الصوره اللي حطاها في الستوري ليل اوزي هذه، أجنحة شيطان ورأس شيطان وطفلين، لا وكمان صليب معكوس. ايوه نعم عزيزي المشاهد، الصورة اللي انت شفتها هذه هذا ستوري نزله ليل اوزي، وكمان مسوي منشن حق صاحبه هذا باسم بلاي بوي كاردي، شخص مجنون رسميا وكان من الاشخاص اللي ماشي سيده وفجأة صار مجنون رسمي. ليل اوزي وصديقه بلاي بوي كاردي تقريبا بدأوا في نفس السنة، والاثنين كانوا مبدعين، وفجأة الاثنين تغيروا ودخلوا في مشاكل وبعدها رجعوا لبعض. صديقه هذا اللي هو بلاي بوي كاردي قصته تختلف تماما عن ليل اوزي، شخص غير مفهوم وشخص عيني عينك يتعاطى اشياء ما احد يعرف ايش هي. في احد الايام ايضا تم استدعائه الى احد الحفلات اللي مسوينها رولينج لاود، وبالفعل لما طلع على الستيج صار يسوي اشياء شيطانيه وما لها اي تفسير، حتى المتابعين طلعوا بالكاميرات واشتكوا من هذا الشيء. I don't know if y'all hear that mess behind me that I'm leaving. Something is not right with that. Jesus, in Jesus' name. I'm walking up and down through this Rolling Loud concert crying, clutching my pearls because that sounds like some mess. تخيل معاي متابعين يسمعون لك اغاني ومشترين تذاكر والاف من الناس جايين عشانك، وفي النهايه انت تمسك المايك وتقعد تصارخ وتسوي اشياء يعني ما احد يعرف ايش هي. بالفعل انا لما شفت الفيديوهات والحفلات اللي يسويها بلاي بوي كاردي واللي هو صديقه ليل اوزي عرفت تماما انه هذا الشخص قاعد يطلع على المسرح هو متعاطي حاجه، لانه ابدا مو قاعد يغني، كله صوت صريخ. هذا غير طبعا الستوري اللي نزله ليل اوزي صوره شيطان وممنشن صاحبه وصليب مقلوب. فهنا اللي قدرت استنتجه، وايضا في اوروبا الاشخاص اللي هم الفانز لهم قدروا يستنتجوا انه هذول الاثنين في الوقت الحالي مع منظمات تدعم الشيطان وبالفعل يقدسوا الشيطان، وراح يخلوهم في الايام الجايه يسووا اشياء مجنونه عشان يصير الشيء عادي. اذا جينا نشوف صورهم على بدايتهم حتشوفهم ناس كده عاقلين وناس عاديين، وبعدها راح تشوفوا لما دخلوا الى هذه المنظمات وصاروا يسووا اشياء ما لها داعي اشكالهم وتصرفاتهم حتى تغيرت. هذا الموضوع من اكثر المواضيع اللي صدق لعبت في بالي، وكنت مرة ابغى اعرف ليش هم قاعدين يسووا كذا، وبالنهاية اكتشفت انه للاسف الاثنين هذيلا طاحوا في مصيبة كبيرة، وهذه هي مصيبة المنظمات عندهم في العقود. وعلى فكرة انا عندي قصة صارت معي شخصيا، ووصلني ايضا عقد وقابلت ناس تعبد الشيطان وكانوا موفرين ايضا لي اشياء كثيرة جدا، ولكن بشرط اني اكمل في المجال الموسيقي واوقع معاهم.
معاهم. فهذه القصة ان شاء الله راح اقول لكم اياها يوم من الايام، ولكن نصبر شويتين لما يخلص رمضان، لان الموضوع فيه له موسيقى وفيه له اشياء ممكن تجرح صيامنا. على العموم يا جماعة ما راح نطول اكثر من كذا، اتمنى يكون المقطع نال في اعجابكم واستمتعتوا فيه. عصابتي الجميلة، السلام عليكم.